إذا كان في فرصة. إيش حاب تقول الآن لعمر؟ إيش حاب تقول لأحمد العنزي عشان نختم معك؟ لأنه صاحبك الآن في بريطانيا، إيش حاب توجه له رسالة الآن في بريطانيا أيضا؟ هل أنت تخشى عليه من الانحراف؟ إيش شوف تفضل. إذا كان هو صدق في بريطانيا الله يستر عليه يا رب. أنا أكذب عليك؟ هل تعتقد إني أكذب عليك؟ ما أدري، بس أنا مو مرتاح. والله العظيم إنه صاحبك سافر. الله يستر عليه. عندك أنشودة عن الصديق؟ تبي تخليني أنشدها يعني هذا الجو بالله؟ يا ليت يعني عشان نحس كلنا بعمق وأهمية الصديق. تفضل. ما تحضرني صراحة حالي. ونبغى نوصل رسالة عن الصديق يا سلطان، لو بيت واحد. سلطان إذا أرجع للمحاسبة ولا تعطيني أنشودة عن الصديق؟ أنت اختار. تفضل. شوف إذا في أنشودة، أنا في أنشودة أحب أهديها له يعني للصديق. تفضل. سيبقى اشتياقي لكم في المآقي، مشتاق له؟ وإن عز عندي سلام الفراق، فلا تقولوا لقلبي وداعا، وقولوا قريبا يحين التلاقي، وقولوا قريبا يحين التلاقي. مشتاق له؟ اي والله. اي والله مشتاق له. اكذب عليك يعني اقول لك لا مو مشتاق له؟ صاحبي طيب. عزيز. هلا مرحبا. أحمد العنزي صديق سلطان بن هادي، أهلا وسهلا. ولو دروبي بالمنى وحس الحياة أصبحت شيء غير، مع كل دنيا تصبح سنة، إذا جيتني تختفي ضيقتي، ولو دروبي بطيب المنى وحس الحياة أصبحت شيء غير، مع كل دنيا تصبح سنة، تبسم تراني بقربك أنا وخلي الحزن. أحمد العنزي أهلا وسهلا. تفضل. حياك الله. تفضل سلطان. أنا حلفت إنه صاحبك سافر، وفعلا هو سافر من الكويت إلى اسطنبول، ومن اسطنبول إلى أنطاكيا ووصل لنا، فحلفي كان في موقعه. خلونا الباك جراوند. أول شيء نرحب فيك أحمد، بس لو تخففون لنا عليه شوي. أحمد أنت من أقرب الأصدقاء إلى سلطان. أول شيء